السلام عليكم. معاكم أحمد، شاب زي أي شاب في البلد دي. كان عنده أهداف وطموح، ولقى نفسه عايش في بلد تحقيق أي هدف فيها بيبقى حاجة صعبة جدا، لكن مش مستحيل. حابب كل اللي يدور في عقلي أكتبه وأسجله صوت. ممكن الكلام نشوفه ونتجاهله، لكن لما نسمعه من بعض أعتقد إنها بتبقى فرصة أحسن إننا نفهم بعض، نحس ببعض. حابب أحكي وأفضفض وأسمع تعليقاتكم ورأيكم. أنا هحكي حاجة بسيطة، عايز أعرف ردكوا عليها، عايز أعرف رد أخواتي وأصحابي وحبايبي. زمان كانوا بيسألونا نفسك تطلع إيه، كنا بنبقى فرحانين أوي ونفضل نتخيل ونقول حاجات جميلة. اللي يقول دكتور، واللي يقول ظابط، واللي يقول طيار. ولمجرد إن حد كان بيسألنا كنا بنحس بفرحة جميلة بريئة، ما فيهاش شر ولا حقد ولا كره بلد ولا لأي حد. لكن لما كبرنا اكتشفنا إنها كانت أحلام جميلة قلناها، وأهالينا يتمنوا إنهم يشوفوها بتتحقق فينا. وكبرنا واكتشفنا واقع صعب، كل اللي ممكن تفكر فيه لقمة العيش، تمتحن وما تقولش تتعب ومحدش يحس بيك، تمرض وتلاقي إن فلوسك سبب نجاتك بعد مشيئة ربنا. ولو معكش فلوس يبقى الأمل ضعيف، والعوض لنفسك وفرحيلك عن اللي حواليك واللي بتحبوه. ما تلاقيش حقوق إنسان سمعت عنها اوعى تصدق، تلاقي كله كدب، كله كدب ووهم، وبلد ماشية بالوسايط وبالرشوة. تدفع مصلحتك تمشي، عايزها بما يرضي الله ومن غير رشوة، يبقى طول بالك معاه. أنا عايز أعرف ليه وصلنا لكده، والناس الغلابة اللي عايشة اليوم بيوم بتعمل ايه، وليه بيحصل معانا كده. عرفت في حياتي ان في خير وشر، في عدل وظلم، لكن الظالم كان بيستخبى والمرتشي كان بيخاف. ليه الكل بقت عينه بيكحة والمجتمع بيساعد الناس دي على كده؟ والله لولا البلد دي بلدنا، ولولا انها اعظم بلد واللي شفنا فيها ايام جميلة بصحابنا وحبايبنا، لكنا سبناها من زمان. بس انا عمري ما هسيبها الفاسد ولا ظالم انه يكمل في ظلمه. انا لازم اتكلم واقول رايي وغيري يقول رايه، وبكده يبقى هنقدر نحارب الفساد. لكن لو سيبناه هيفضل، وهو اللي هيفضل سيد وماشي في البلد كلها. عايز افهم بس لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل كده؟ هنتغير امتى؟ كل واحد هياخد حقه بعد ربنا. نفسي نرجع بلد الحضاره، نفس اللي يمسك بلدنا يفكر ازاي ياخد حقنا ويعمل لنا كرامة برا بلدنا وجواها. نفسي افتخر ببلدي، ونفسي العالم كله يعمل لنا حساب. نفسي ما اشوفش شعب بيبص لنا بصة استحقار. نفسي الاقي استقرار وهنلاقي امان، وما اشوفش غني بيدوس على غلبان. كلها بالنسبة لي اهداف، لكن احلام. بس عمري ما هرتاح الا لما اشوفها حقيقة وبتتحقق، واشوف كل الناس مرتاحة. ده حقنا وبنتمنى من ربنا